السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صديقي الجديد الذي اتمنى يعني ان هو يكون حاضرنا كل يوم او كل فتره او كل ساعه هو بيلي. يعني ما حتى بص هتلاقيه عامل كده كل شويه يعني. انا واخد منه هذه الخصله الطيبه يعني، فاتمنى ان هو يعني ما يعتادش عليا في الفكره دي يعني. اخباركم ايه؟ طبعا المره دي انا كاتب، بس انا كاتب في دماغي وراسم يعني، فمش هعتمد الكتابه بشكل اولي، لان انا هعتمد يعتبر عن الافكار اللي انا هحكيها. فاتمنى الافكار اللي انا هحكيها تعجبكم الى قدر المستطاع. انا مجهز كوبايه الشاي النهارده بدري، خد صوره. فاتمنى يا رب الحلقه تعجبكم، وهي حلقه اليوم الحب من طرف واحد. واحكي لكم قصتين، قصه عن واد وقصه عن بنت. طبعا احنا بنمر بفتره من الفترات اللي هي بتبقى فتره اللي هي ابتدائي واعدادي وثانوي، فبكل فتره والتانيه الانسان بيبقى بيمر باشخاص وبناس، بجرايبه، باهله، باصحابه، يمر بكل مثلا بفئه معينه. احيانا الفئات العمريه اللي بيمر بيها، لو هو مثلا من النوع اللي بيحب يمشي مثلا مع والده، فبيبقى اغلبيه اللي بيمشي معاهم بيبقوا ناس كبيره طبعا اكيد، واغلبيه اللي بيمشوا مع اخواتهم فبيبقوا مثلا لو اخ كبير بيمشي مع الكبار، او اخ صغير مثلا بيحاول هو يعني فرق بين انا واخويا مثلا 10 سنين. انا مثلا مش هبقى مثلا اقف اتعامل مثلا مع الطفل ابو 10 سنين مثلا. لو في مثلا واحد يعني سريع وحرك مثلا، بيعرف يتعامل مع كلا اطراف، يعني بيعرف مثلا يتعامل مع ابتدائي، يعرف يتعامل مع اعدادي، يعرف يتعامل مع ثانوي. بيبقى عنده زي ثقافه مثلا ايه، ثقافه علاقات. بيعرف مثلا يعمل علاقات، والعلاقات دي مش بتفيده بس في الحياه، بتفيده النهارده وبكره وبعده، لدرجه ان هو مع كل افاده بيتعلم اكتر، بيعرف يتكلم اكتر، بيعرف المشاكل اللي بيتحط فيها. احيانا بيعرف ان هو يعني يستخرج المشاكل اللي فيها، يعني اذا كانت مثلا مشاكل عائليه، مشاكل نفسيه، مشاكل في بره المجتمع، مصالح حكوميه، مصالح عاديه. احيانا المواقف دي بتساعد ان الموضوع يكون اقل نسبه من الاضرار. تمام. وش انا بتكلم عن الاضرار، مش معنى الاضرار اللي هي الاضرار المؤذيه، لا، الاضرار اللي هي التعطيل، مشكله ورقه مثلا محتاجه مثلا ناس، فانت بتقول لك علاقات، فانت بتساعد نفسك انك انت مثلا ينجز الموضوع اللي معاك مثلا بكل سهوله. لكن احنا بنمر كاشخاص في الحياه طبعا، زي اللي هو بيمر مثلا زي مراحل اللي هي الشغل، المراحل اللي احنا بنمر بيها كتعاملات. فالمفروض ان مثلا انا مثلا في مصالح حكوميه بتتصلح وهكذا. الانسان بقى كده في حياته بيمر بمراحل، مرحله زي مثلا مرحله الصحاب، او مرحله مثلا اصحاب كبار، اصحاب صغيرين وهكذا. ليه الانسان بيحب ان هو يعني هو بص يعني هم قاعده في الحياه. الفئه اصحاب حواليك هي لازم تكون مقسمه، يعني لصاحب، لزميل، لمعرفه. ما ينفعش كلهم تقول لهم يبقوا مثلا في اخ. تمام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مين اقرب اتنين ليه؟ كان سيدها ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. تمام. الموقف مثلا اي حد مثلا موقف مثلا بيمر بيها كصاحب، يعني ممكن حتى يعني مش فكره الصحاب بيبقوا موضوع انك انت مثلا بتقابله كل يوم، بتعرفه، بتصاحبه كتير. لا، احيانا المقابله كل يوم ما بتفيدش الصحوبيه بنسبه 100%، لان الانسان احيانا بيحب يعني يغير. مش يغير معناه انه هيغير شخص، لا، يغير فكره ان هو لما يجي مثلا يصاحب مثلا يبقى مصاحب مثلا خمسه بشله بيها خمس تنفار او ست تنفار، بيعرفوا ممكن مثلا يقعد مع شله تاني، ده يقعد مع شله تالت. بس اهم حاجه بيبقى في فكره اللي هو بيتبادل شعور مع واحد مثلا بس، او شعورين مع واحد بس. الافكار الداخليه مثلا اللي ممكن الانسان يعرف يفصحها عن نفسه بيحكيها مثلا للشخص دوت. اذا ممكن ما الانسان ما يلاقيش مثلا الاشخاص ده، فبيحكي مثلا لابوه او يحكي لامه. يعني احيانا بتبقى المواضيع بتبقى مثلا قريبه من هذا الحال. يعني مثلا لو انا مثلا مش عارف اتكلم مثلا مع واحد صاحبي، ممكن مثلا اتكلم مع امي، اتكلم مع ابويا، اتكلم مع اخويا مثلا لو كان كبير شويه. تمام. هي دي كذلك المشاكل بتتحل. تمام. او مثلا الحاجات تتحكم من جواك، لكن في حاجات الانسان ممكن مثلا ما يقدرش يفصح عنها وما يقدرش يحكيها، كمشاكل مثلا بينك وبين مثلا مجموعه كبيره من الناس، كمشاكل مثلا بينك وبين مثلا عملك مثلا الدراسيه وعملك النفسيه مع نفسك. انت ممكن مثلا مش حابب تفصح ليها لحد، مش لاهلك، مش لحد. بس انسب واحد انت ممكن تقول له في الموضوع ده وهو الله عز وجل. ده اللي انت ممكن وانت مستريح تحكي، وانت ساجد
ركعتين لله قيام ليل، صلي الظهر او العصر او المغرب او العشاء، متنساش تصلي على النبي وتشرب لها شرب كوبايه شفطه شاي بس. يعني ان الله عز وجل هو الوحيد اللي هو انه عالم بيك ان نحن اقرب اليه من حبل الوريد. تمام، ان اقرب اليه من حبل الوريد. انا مش متذكر الايه، لكن الانسان في حد ذاته اللي بيمر بيه لازم يكون في شخص يسمعه، او شخص مثلا يحس بيه، اذا كان صحابه، اذا كان اهله، قبلهم كل شيء ده كان ربنا سبحانه وتعالى. ففي احيانا الانسان لما مثلا يختار مثلا الصديق مثلا اللي هيحكي معاه ممكن ما يبقاش موفق في اختياره. يعني ايه؟ ممكن مثلا انا امر مثلا بفتره ان انا مثلا عايز مثلا خلاص، انا مثلا خلصت اولى اعدادي، ثانيه اعدادي، ثالثه اعدادي، عايز امر مثلا فتره ان انا عايز الاقي واحد مثلا في الحلوه والمره معاه، في الحلوه والمره معايا. تمام، هلاقيه امتى؟ هلاقيه مثلا في الفتره اللي هي بتاعه يعني هلاقيه انا مثلا في الفتره بتاعت ايه اللي انا عايز امر بيها، اذا كانت المشاكل، الفراغ الاجتماعي فيه مسيطر على جميع اجواءك. يعني انت مثلا مخلص دراسه، مخلص شغل، مخلص كل حاجه، وعايز مثلا واحد تحكي له مثلا عن انجاز انت عملته. تمام، الشخص ده هتلاقيه ازاي؟ الشخص ده بيبقى معروف من بعيد مثلا، يعني هو معروف مثلا الشخص ده هو المناسب انك انت مثلا تعزم تحكي معاه. بس اهم حاجه انك انت تكون مدرك اللي انت هتحكي له ده بيحفظ سرك، بيحفظ كلامك، بيحفظ ومهتم بالتفاصيل دي. في ناس ممكن مثلا مش مهتمه مثلا ان هي تعرف عنك كل حاجه، بس الفكره ان هي بتحاول ان هي تبقى معاك. تمام، في بس على قدر الامكان. المفروض بيلي ده، تمام، انا كاتبه هنا جو، بس هو المفروض بيلي. جو عنده 19 سنه. طبعا انت تخيل عنده 19 سنه وانا عندي يعني داخل في 19، يعني هو اكبر مني او في سن يعني. ايوه صح. الحمد لله ان ده جاي لي من هديه من قريب من ناحيه امي، والحمد لله ان هو ما جايش من بيتي يعني. اللهم قوي ايمانك. وتركت حب الفاتنات لانني رجل شامخ لا اغلب، يعني لا اميل في ناحيه الحاجات دي يعني. تمام، فوت بيلي ده صديقي ماشي، لا مؤاخذه بيلي. فوت بيلي ده شخص حبيب عليا، يعني شخص محترم، راجل محترم صراحه، ما اكذبش عليك. بيلي ده عنده 19 سنه، بيحاول ان هو يلاقي شخص يتكلم معاه. بيلي حب واحده، وهي طبعا بليه، هي مش اخته بس هي بليه يعني، او والله هزعل، مش والله العظيم هزعلكم يا بتوع الريال، بس يلا يعني، بس يعني عنده صحاب كتير يعني. حتى محمود عبد الرحيم الاخراج والانتاج مدريدي، هو بلا صياح. طبعا انتوا عارفين ده مين؟ محمد صلاح طبعا، بس عارفين الرقم ده بتاع مين طبعا؟ يعني رحم الله شهداء الوطن. ونكمل موضوعنا. بيلي عنده 19 سنه، بيلي في كليه ري فني صناعي بوادي دجله. ما تسالش ازاي، انا طبعا انا شخصيتي طبعا خياليه، كاركتر خيالي، فانا بحكي لك بيلي ده بيعمل ايه. بيلي طبعا دور في كل اصحابه وكل معارفه وكل حبايبه وما لقاش مثلا الصديق مثلا اللي هو مثلا يحفظ سره، بيحفظ حبايبه. تمام، او معنى اصح ما لقيش الامان اللي هو مثلا يحكي فيه. بس بيلي ده لو كان مثلا بيفكر كويس كان هيروح يحكي للمولى عز وجل وهو مطمن مرتاح مثلا، وكده كده هيطلب من ربنا ان هو ربنا يهديه ويعافيه، فربنا ممكن يبعت له ناس ان هي تساعده في الهدايه يعني. بيلي بيحب بنت وبيحكي لها عن كل حاجه بيعملها في حياته. هو اصلا المفروض انت بتحكي الحاجه يعني تخلي بالك ما تحكيش كل حاجه للناس، يعني غلط. الناس هتقول انا كريكيت ايه يعني صاحبه ودبدوب، غلط يعني. ده النهارده جاي لي يعني صدفه يعني. المفروض تمام هو بيحكي مثلا اللي بيمر بيه في حياته، بيحكي مثلا البنت، هي طبعا البنت دي مش متقبله مع المشاعر، يعني انت لا مؤاخذه ده لا شيء، التاله دبدوب يلا يا دكتور. فبيلي بيقول ان هو مثلا يعني عنده مشاكل، ان هو مثلا يعني هو بيحكي تفاصيل ما ينفعش تحكي. يعني بيلي ده مره حكى ان عن بيلي ده انا سمعته قبل كده بيحكي للبت دي، بيقول ان مره امه ضربت ابوه عشان خاطر ما عملش مكرونه سباكيتي زي من حواري اسبانيا. بجد صح؟ هو انت امك ليه تضرب ابوك؟ صح؟ مكرونه ايه يا عم تستعبط؟ طبعا يعني ما هو لازم بالصلصه الاسباني يعني، ما فهمش هو ليه بيفكر كده يعني بجد يعني. طب يعني هو مثلا لما جه ضرب، لما حكى الموضوع دوت، طب هي البيت هتعمل لك ايه؟ طب انت حكيت، طب ده هل ده مثلا اكتر حاجه تضايقك يعني؟ ما اعتقدش.
ده موضوع ممكن ما يضايقش، يعني موضوع ممكن نفصح فيه مثلا، بس مش بالطريقه دي. ما ينفعش يقول مثلا اصل مثلا امي مثلا متضايقه النهارده ان هي مثلا ما عملتش مكرونه مثلا الاسباجيتي، بس ما يقولش ان هي اتضرب. تمام؟ انت فاهم الفكره؟ لما تيجي تحكم ما ينفعش تقولش ان هو مثلا هو اتضرب. في فئه بتتكلم بهذه الطريقه يعني. فانا مش قصدي ان انا يعني اقول لك ما تحكيش، ولا قصدي مثلا ان انا اجل بيك، لا بالعكس، انا عايز انصحك. يعني انا بنصحك لوجه الله انك انت ما تعملش كده تاني، نصيحه يعني بالله عليك. بيلي ده بيحاول يطلع النقص اللي من النقص اللي جواه، تمام؟ عشان هو صغير ما قدرش مثلا ينسى اليوم اللي وقع فيه في الطابور. طبعا ده موضوع الطابور ده موضوع ابن كلب، حكى لي عليه، ده قاعد كل ما يحكي لي عليه قاعد. ها احكي يا اسطى، يا اسطى احكي الموضوع يا اسطى، لا بلاش. طبعا بيلي من ساعه ما هو كان بيتمشى ورايح لحاله، يعني اتمشى يعني عادي، ف راح الطابور. ده غريب جدا، غريب يعني. هو بيقول لك ايه، كان رايح الاذاعه عشان يقول حكمه اليوم. يعني حكمه اليوم لا توجع من يوم للغد، وكنت دي اول حكمه انا كنت اقولها في حياتي يعني. وطبعا كل يوم حاجه باجلها للغد عشان خاطر الفيديو طبعا بينزل بعديها بحوالي فتره يعني 10 ايام. راح قال لك ايه، حكمه اليوم لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. طبعا هو الموقف ده انت لو انت شايف الموقف ده، انت لو كبير هتضحك يعني. يا ابني طبعا هو الله يعينه يعني، انسان غلبان يعني، انسان دايب، انسان دايب عبد الملك زرزور. تمام؟ هو راجع عامل كده ومتمشى كده، اللي هو قول لي يا عصام الفرق بين المجرم والست غير. طبعا هو بيسف الواد اللي هو ايه، اللي بيحاول ينكش مثلا البت اللي هناك. بيه ده عشان موقف او موقفين في حياته بدأ شاف ان عايز يحكي الموضوع ده، بس يحكي مع واحد مثلا يجدد شعوره. شوف انا اتعاملت مع بيل ازاي. اتعاملت مع بيل ان الموضوع بتاعه تافه. الموضوع ده يسطا طب يعني ما انت ايه يا عم؟ يعني لو انت مش حاسس باللي انت بتمر بيه يا عم بيلي. يعني انا مش مجبر ان انا اسمع مشكلتك عشان خاطر يعني هكفي من رغباتي. لا، انا عايز اسمع مشكلتك يا بيلي، بس قول مشكله يعني تستحق ان انا اسمعها واتعب وازعل عليها لاجل ان انا يعني امر بيك. تمام؟ فبيلا حبني، وبيلا حكالي وبكل صراحه تامه وبكل حريه. اللي بيحب ان انا من طرف واحد، فلما انا حبينا من طرف واحد تبادلش معاه، لم يحصل عمليه تبادل في علاقه الحب اللي بينه وبينه. يعني هو ما شافش مني مثلا ردة فعل مثلا تخليني ابقى اكمل معاه. بيلي بيحبني، تمام؟ ومكمل معايا في قصه ان هو والله يا اسطى يعني ده حصل كذا كذا، كل مره يحكي لي نفس الموضوع. طب انت يا اسطى ما سكتش؟ لا ما سكتش، هو عايز يحكي الموضوع ده. ليه؟ لان هو ده شاف كده ان هو بينفذ رغباته. فيعني بيلي، انا بكلمك عن بيلي هو بيحكي مثلا موضوع البت دي بكل طلاقه. فاتمنى يا بيلي لما تيجي تحكي الموضوع المره الجايه، حكي الموضوع قد تراه ليه قيمه، قد تراه ليه تفكير، لان بجد والله ما حدش هيسمعك 20 دقيقه انك تحكي في نفس الكلمه او في نفس الموضوع. تمام؟ يعني انا حاسس الفيديو ده لما بيوصل مثلا 19 دقيقه انا بتنسي، يعني اللي هو انا بيتزهق مني بسرعه. فحاول انك انت على قدر الامكان لما تيجي تحكي موضوع، حكي موضوع بصيغه انك انت موجود. تمام؟ وانك انت موضوع مهم، ولازم تقدر ان الشخص اللي جواك يا بني قادر ان هو يحس برغباتك ويحس انك انت موجود في الحياه. مش مثلا يحس نفسك انك انت مثلا مالكش قيمه، او مثلا يعني حاول تحب، خلي الحب اللي بينه وبين بيلي مثلا بينه وبين حب تبادل. احس بيك وتحس بيه. تمام؟ احس بيك وتحس بيه في حسب المواقف او الكلام اللي انا المفروض اقوله لك يا عم بيلي. اشرب شاي يا اسطى، او لو ما عادش الشاي روح اعمل الشاي وصلي على النبي 10 مرات كده وانت قاعد كده. واتمنى انك انت تقول رايك بجد، يعني انا محتاج رايك. مش هقول لك رايك حطه في قلبك، لا بالعكس، انا رايك ده يحترم. وعايز اجيب افكار جديده، ولسه عبد الرحمن عجل هيشوف لنا افكار، ومثلا احمد عبد الرحيم وعبد الله الحربي، في ناس كتيره في بالي يعني. فعلى قدر الامكان هنحاول يعني نعملوا محتوى جديد غير المحتوى القصص الكرويه دي. بس ادينا بنحكوا حاجات يعني على امل ان احنا في يوم من الايام نوصل يعني للمبتغاه مثلا، او نوصل لمكان مثلا نعرف نوصل فيه رسالتنا صح. يعني احنا بنوصل رسالتنا صح من البيت، بس الفكره احنا بنتمنى تبقى رسالتنا واضحه اكتر يعني. الحمد لله. طبعا دخلنا في القصه الثانيه، وهقول لك نصيحه في الاخر. يعني في بنت، واذ مثلا هنسموها بدويه من بل البدويه، يعني البت بدويه طبعا،
بنت من اللي هي بتوع صعيد مصر، اصلا بنت ايجيبشيانز يعني. البنت الابويه دي هي الاخت الوحيده مثلا من وسط مثلا 3 ولاد، او هي مثلا عندها اخت مثلا اصغر منها او اكبر منها على حسب احتياجاتها الاسريه، عندها كام واحد يعني. المفروض بدويه دي عندها مثلا 17 18 سنه، بس بقول لك مثلا يعني هي بدويه عندها 17 18 سنه. بدويه دي بنات خالها وبنات عمها ما بيتعاملوش معاها بالاريحيه مثلا اللي هي تحسك ايه عملت ايه النهارده، فما فيش اللي هي الفكره ان هي مثلا بيتعاملوا معاها كده، لا هي عادي بيتعاملوا معاها كانسان طبيعيه عاديه. ما فيش اللي هو فكره اللي هو ما فيش انجازات بينهم هما التنين يعني. فطبعا بدويه كانت عندها زي رهبه نفسيه ان هي ما بتتكلمش معاها. طبعا بدويه هتفضل قاعده كده طول حياتها، طبعا راح دورت على صاحبه واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما بدويه تعبت ودورت ولقيت بوي فريند. بوي فريند. بكلمك بالانجليزي كده عشان خاطر ما بعد كده هيبقى اضحك يعني. انا لسه بحاول ان انا انسجم معاك في الفيديوهات، والله العظيم انا اتمنى يكون الفيديو بيعجبك بجد، انا عايز اوصلك رساله حلوه يعني. فالبوي فريند بتاعها اسمه بيلي 2 او جود، او اسميه جود اسميه جود. لا الواد صاحبها اسمه جود. طيب الولد جود بيلي، الحاج جود راح يتعرف على واحده عشان خاطر جود ده واد روش جدا ومصاحب بنات الدفعه كلها، وبياخدوا مع بعض درس مثلا علوم مثلا عند الاستاذ لطفي لبيب طبعا بتاع علوم. فهو طبعا الناس كلها عارفه الاستاذ لطفي لبيب ده بيحب يدي الاثنين الولاد والبنات مع بعض. جه الاستاذ لطفي لبيب بيحاول اللي هو يلم المجموعه، لم مجموعتك، لغايه ما وصلوا للمرحله اللي هو لم فعلا يعني، لما مجموعته ويقول له خش تعالى. طبعا البت بدويه عايزه تتعرف على مين اللي اورجش واحد، لان هي شافت فيه ان هو ده المنقذ، ان هو ده اللي هيقضي كل رغباته وهيسمعني وهيحبني وهيعمل. وهنا بقى عمنا جود حب من طرف واحد حلو، وبدويه حبته من طرف واحد. بدويه حبته، جود ما حبتهاش، جود استغلها. واحنا كرجاله في فئه الا من رحم ربي، في فئه ضعيفه او مش ضعيفه، وممكن مع زياده الاجيال الجايه ممكن تبقى اكتر، بيحب الاستغلال. ممكن تلاقيه مثلا في الناحيه التانية اضعف، لو مثلا بنت ناس قوي، وده الحمد لله اللي تلاقيه منتشر اغلبيته في الصعيد وفي مصر كلها الا من رحم ربي. طبعا ناس كتيره يعني، الناس كلها نقول ولاد ناس، هي الفئه البنات المحترمه اللي هي عارفه الوقت وعارفه ربنا، فهي بتحاول بتتعامل مع الشخص التاني اللي هو مثلا مصلحه دراسيه، مذكره هنا مذكره هناك، مذكره هناك، بس مفيش حاجه تانية. فبدويه طبعا حبت جود هي بكل حب واخلاص، فدخلت بتتكلم معاه. طبعا بيحاول جود ده يبين وسط الشله بتاعته اللي هو نمبر 1، بيتكلم مع البنات وبيعمل وبيسوي، وانا الفاجر انا القادر وانا المطلع والمطرش. هو فعلا حاول بيعمل كده وفشل في الاخر، اللي هو بيحاول يثبت ده، اللي هو اكتشف ان هو عنده توكسيكو يعني، شخص توكسيكو، شخص مؤذي. بدأ رجعت تحكي عن نفسها، عن لبسها، عن طريقة كلامها، عن طريقة شغلها، عن طريقة دراستها، عن طريقة مثلا حفظها، عن طريقة تفكيرها، وراسيت نفسها هي بتحكي لمين من قصة الحكي. وطبعا جود ده بياخد الفكرة بيحطها في دماغه، بيسجلها، بياخد صور يحتفظ بيها في الفولدر، بياخد مثلا كذا 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 لغاية ما هو استغل الفكرة كلها ان هو خد كل اللي عايزه. عم جود جه مرة واحدة زهق من مثلا هي بتتكلم معاه مثلا من الساعة مثلا 9 بالليل للساعة 12، هو بيلعب صابواي من تحت مثلا وبيخلي مثلا رسالة من فوق، لها ايه يقول له ما انت مش بتتكلم معايا ليه؟ يقول مثلا انا بسمع محمد منتصر مثلا بيتكلم مثلا عن الكوره، بسمع مثلا ممدوح نصر الله مثلا هو بيتكلم مثلا عن انهيار الاتحاد السوفيتي، فما بيحكيلاش الحقيقه يعني. فعمنا جود جه مره واحده كده بعد مرور حوالي 9-10 اشهر، راح دخل قال ايه غرابه، عايز ايه يعني؟ طب انا زهقان وانا مش كل شويه هتكلم معاكي. اتصدمت طبعا بدويه، يعني انت تكلمني كده انت مش عارف انا بنت مين،
تتكلم بهذه الطريقه يعني. فانت يا بنت الغبيه، ما انت داخله وبتتكلمي معاها اصلا عشان خاطر انت بتحاول تقضي كل رغباتك. انت اللي داخله تكلميه وبتحكي له عن كل تفاصيل حياتك، مش هو اللي بيجي بيحكي لك، هو اصلا شاري دماغه من ناحيتك. فانت اشتري دماغك يعني، رجل ذكيه بالله عليك. راحت طبعا ضحك عليها يعني، وقال لها تعالي يعني وهنظبط الدنيا وكده. جه بعد كده انفصل طبعا. هي طبعا خدت الصدمه واتصدمت، ولقيت نفسها ان هي مش قادره تتعامل مع الموقف في وقتها، وسكتت. فعلا ان هي اتصدمت صدمه غريبه يعني، اللي هي ليش معنى هو بيعاملني كده وبيعمل وبيسوي، مع انك انت الغلطان على فكره بدويه، انك انت بتتكلم معاه بهذه الطريقه وبهذه عنف الكلام يعني. وقد كان بدويه انفصلت عن جود، وبيلي انفصل عن البنت اللي كان بيحبها. انا مش فاكر اسمها ايه طبعا، عشان انا بحكي لك الموضوع ده من تأليف دماغي، فمش فاكر البنت كان اسمها ايه. اتمنى ما يبقاش اسمها بدويه تاني، لان انا كرهت اسم بدويه، كرهت افعال بدويه. اتمنى بدويه لو انت بتسمع الفيديو ده فسامحيني ان قلت جبت اسمك، وما تكرريش الموضوع ده تاني. اتمنى. طبعا نهايه حديثنا اليوم، ارجوكم قد قد القناه لأنكم سعداء. الفكره كلها انك انت دور على الشخص اللي بيهتم باهتماماتك، وفي اهتمامات بينكم انتوا مشتركه. دور على شخص يحترمك وتحترمه، الشخص اللي وانت تعبان فعشان تعبك تتصل بيه تقول له يا فلاني انا محتاج ضروري. بجد لان الناس دي بتفرق بكره وبعده معاك، والمشاكل بكره وبعده بتكتر مع البني ادم، لازم يبقى فيها محتاج ان اشخاص تقف معاه تسنده وهكذا. فاتمنى يا صديقي العزيز، او يا اخ، او يا حبيب، او يا زميل، او يا صديق المعرفة، يا صاحب العلم، يا اي حد حبيبي بيسمع الفيديو ده للاخر، بجد شكرا لك انك انت اهتميت، واتمنى تبقى حياتك كلها بخير وصحة وسعادة. ادعوا لنفسك كتير، ادعم الاخرين، تمام يعني ادعم الاخرين ولو بكلمة جيدة، تمام. واهتم بالناس لو قدرت، اذا كان في استطاعتك انك تسمع وتتكلم مع الناس اعمل كده، على لعل وعسى ان بكره وبعده الناس يعني تفتكرها لك في يوم من الايام، تدعي لك. نحاول الانسان ده يبقى معه الى الذكرى الطيبه، لما تيجي تموت بكره وبعده الناس تفتكرك بالحاجه الكويسه اللي انت عملتها مع اهلك، مع ناسك، مع اصحابك. حاول على قدر الامكان انك تكون قوي، وانك تهتم، وانك لما تيجي تصاحب حد صاحب حد بقلبه وما تصاحبش بالمظهر. والله العظيم المظهر ما ليه لازمه، القلب اللي هو اللي ليه لازمه، والحب. احكي لكم موقف سريع وهختم بيه. يوم ماتش السيتي والريال، انا طبعا ماتش السيتي والريال انا مش بشجع السيتي ولا بشجع الريال، بس حصل قبليها كان ماتش الريمونتادا بتاع برشلونه، ان انا طلعت من دوري الابطال. فانا طبعا بيننا وبين صحابنا هزار وسف، بنسف مع بعضينا. في ناس انا اقبل منها السف، وفي ناس ما اقبلش منها السف. طبعا بنهزر مع بعض. حصل ان في ماتش باريس بتاع لقيت رسائل فيها زي شتايم. متضايقت ان انا يا عم انا مش عايز اهز دلوقتي، انت بتهزر معايا ليه؟ فاتضايقت ان هو الشخص ده مش قريب مني، ان انا اسمح له ان هو يعني يهزر معايا بهذا الهزار. سمعت منه الكلمتين وما رضيتش ارد عليه. مش فاكر هو مين صراحه، ومش هقول اسمه لان هو حبيبي برضه، ولا انا كنت اقطع عصبيه. فرحت ماتش باريس، ماتش الريال اللي هو كان اليوم الثاني، الريال والسيتي. والسيتي طبعا انا كنت متاكد ان السيتي هيخسر والريال هيكسب، متاكد طبعا. كان ساعتها كان محمد شريف واصحابي كانوا متاكدين ان السيتي هيخسر، وعبد الفتاح ومحمد والسعودي واياد وجابر ومحمود عساف. طبعا انا كنت رايح ومحمد عادل وزيل ويوسف علاء، فكنت انا متاكد ان الريال كان هيكسب يعني. وفعلا ومحمود عبد الحليم طبعا الريال كنت قلت له انه هيكسب، مش فاكر قلت لك ولا لا، بس لو قلت لك فده كويس يعني. وقد كان الريال كسب. كل صفاء نيه ده بروح اسلم على اصحابي بتوع المدريدين، لان انا مفيش بيني وبينك فكره ان انا اكرهك ولا فكره ان انا اتضايق منك. بالعكس انا حابك وحابب لعبك وحابب قعدتك معايا، لما تيجي تهز وتحكي معايا تقول والله بص فلان وفلاني وكذا. احيانا القعدات دي بتقوي علاقات وبتقوي صداقات، والناس بتهتم وبتسمع. انا فاكرهم كلهم كويس، ولكن الفكره كلها انك بتدور وبتلاقي صح. طبعا كان معكم احمد منتصر، ودي قناه كوبايه شاي وساعتين جد.
و اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه. لايك، شير، سبسكرايب طبعا بالجرس يعني. اوكي، ونلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه، ومع السلامه.